السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي حبايبي. النهاردة إن شاء الله هنحل النموذج الثاني من النماذج الوزارة الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية. قبل ما نبدأ ياريت طبعا تدعمونا بلايك، وياريت برضو تشتركوا في القناة، وياريت تعرفوا حبايبكم بيها. أنا مستر حمدي الحارس. طبعا أول سؤال عندي بيقول لي listen and write true or false. استمع وضع كلمة true اللي معناها صح أو كلمة false اللي معناها خطأ. طيب أنا معايا طبعا نص هنا المفترض إن أنا هقوله 3 مرات، مفترض إنه هيتقال 3 مرات عشان خاطر سيادتك تفهمه بشكل كويس جدا. النص بيقول all the boys and girls are at the amusement park. All the boys and girls are at the amusement park. يعني كل الأولاد والبنات في حديقة الملاهي. My brother and sister are going on a ride. أخويا وأختي طبعا هيركبوا عجلة الملاهي. My friend حسام is having pizza for lunch. صاحبي حسام هياكل بيتزا على الغداء. I want to buy a ticket for the show. أنا عايز أشتري تذكرة طبعا للعرض. My sister won a prize. أختي فازت بجائزة. She wants to eat popcorn. هي عايزة تاكل طبعا إيه؟ فشار. My friend أيمن took pictures of us. صاحبي أيمن طبعا التقط لنا بعض الصور. نقولها تاني من غير ترجمة. All the boys and girls are at the amusement park. My brother and sister are going on a ride. My friend Hussam is having pizza for lunch. I want to buy a ticket for the show. My sister won a prize. She wants to eat popcorn. My friend Ayman took pictures of us. صاحبي أيمن طبعا أخذ لنا إيه؟ صور. السؤال الأول هنا بيقول My brother is having pizza for lunch. أخويا بيتناول البيتزا على الغداء. لا طبعا مش أخوه، هو صاحبه حسام. يبقى الإجابة هنا يا حبايبي هتبقى كلمة إيه؟ هتبقى false. هتبقى كلمة إيه؟ عفوا هتبقى كلمة false. أوكي؟ السؤال الثاني هنا بيقول I wanted to buy a ticket for the show. أنا عايز أشتري طبعا تذكرة للشو اللي هو العرض. الإجابة طبعا هتبقى كلمة true. true طبعا بمعنى صح، لأن اتذكر في القطعة إن أنا اللي عايز أشتري تذكرة. هنا بيقول my sister wants to eat popcorn. أخته طبعا عايزة تاكل بوب كورن اللي هو الفشار. أيوة صح، بعد ما فازت بالإيه؟ بالجايزة. يبقى دي كمان هتبقى true. دي كمان هتبقى ايه؟ true. طبعا انا هسيب لكم رابط الامتحان ده في وصف الفيديو، تقدروا تحملوه وتحلوه مع نفسكم. هنا بيقول لي حسام took pictures of them. حسام اخذ لهم صور. لا طبعا مش حسام اللي اخذ الصور، اللي هو اخذ الصور طبعا كان اسمه ايه؟ ايمن. يبقى دي هتبقى false. دي هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى false. يبقى نكتب هنا كلمة ايه؟ false. طب يا مستر لازم اكتب كلمة false وtrue كاملين كده؟ لا، ممكن تكتب حرف الاف وحرف التي. اوكي، ده بالنسبه للليسننج الاولاني او سؤال الليسننج الاولاني. السؤال الثاني بتاع الليسننج هنا بيقول لي listen and complete. هنا هتكتب الكلمه طبعا من خلال ايه؟ استماعك للنص. يلا بينا نستمع. هنا بيقول لي احمد was busy on Saturday. يعني احمد كان مشغول يوم السبت. in the morning في الصباح he played the piano. عزف على البيانو. and painted a picture. ورسم صوره. طبعا احمد هو اللي عزف وايه؟ ورسم. He called his friends and invited them for lunch. دعا اصدقائه طبعا للايه؟ للغداء. اتصل بيهم ودعاهم على الايه؟ الغداء. عمرو roasted some chicken. عمرو طبعا شوى فراخ. تمام. They ate under a tree. اكلوا تحت شجرة. احمد planted the tree in summer. احمد طبعا كان زارع الشجرة ديت في الصيف. تمام. In the afternoon they cleaned the garden. طبعا نظفوا الحديقة في الايه؟ بعد الظهر نظفوا الحديقة. طبعا دي اخلاقيات كويسة جدا. نقولها مرة تانية من غير ترجمة. أحمد was busy on Saturday. In the morning he played the piano and painted a picture. He called his friends and invited them for lunch. Amri roasted some chicken. They ate under a tree. Ahmed planted the tree in the summer. In summer.
In the afternoon they cleaned the garden. السؤال الأول بيقول لي أحمد played the. أحمد لعب إيه يا جماعة أو عزف إيه؟ عزف إيه عندنا؟ أيوه الآلة الوحيدة اللي هي بيانو. اللي هي إيه يا جماعة؟ بيانو. يبقى دي الإجابة الصح. ادينا كتبناها نحددها كده ونعملها بالأصفر عشان تبقى هي دي الإجابة الصحيحة. هنا بيقول لي أحمد and his friends had chicken for. تناولوا الفراخ على الإيه يا جماعة؟ أيوة الوجبة المذكورة هنا طبعا اللي هي lunch. اللي هي إيه؟ lunch. كتبناها نفصلها طبعا عن فور من هنا تمام ونحددها بالاصفر عشان تبقى هي الاجابه الصحيحه. طيب احمد planted the tree in. احمد زرع الشجره امتى؟ ايوه في فصل الصيف اللي هو summer. في فصل الصيف يا حبايبي اللي هو ايه؟ summer. اوكي طيب هنا بيقول لي the friends الاصدقاء نقط the garden. عملوا ايه في الجاردن يا حبايبي؟ عملوا ايه في الجاردن؟ عفوا عملوا ايه في الجاردن؟ at the end. ايوه كنا قايلين ان هم cleaned. اللي هم ايه يا جماعه؟ cleaned the garden. cleaned. خلاص cleaned. يبقى هنا هنكتب كلمه ايه؟ cleaned ونعملها بالايه؟ بالاصفر كده عشان تبقى الاجابه بتاعتنا واضحه. ده بالنسبه للايه؟ للسؤال بتاع الليسننج الثاني. يلا بينا بقى نكمل الامتحان مع بعض. هنا بيقول لي read and match A with B. يعني اقرأ ووصل A ب B. هنا بيقول لي are there crowded tourism gives Flo the hotel chef. هنا بيقول لي jobs for local people the way water moves any tomatoes prepared a delicious meal is a kind of sports is a town in Egypt. is a town in Egypt. هنا بيقول لي are there. ار ديت يا جماعه دايما لما بتيجي في الاول بتبقى سؤال يبقى انا على طول عايز في النهايه علامه استفهام. فين هنا علامه الاستفهام حبايبي؟ ايوه اللي هي رقم سي. يبقى انا هنا دي هتاخد رقم سي وحددتها برضو بالايه؟ بالاصفر. اوكي طيب هنا بيقول لي كراتيه اللي هو الكاراتيه. الكاراتيه ده ايه يا جماعه؟ jobs for local people ولا the way water moves ولا prepared a delicious meal ولا is a kind of sports ولا is a town in Egypt. ايوه ده معروف ان هو نوع من الرياضه يبقى دي هتبقى رقم اي. هتبقى رقم ايه؟ اي. اوكي is a kind of sport. tourism gives. السياحه تعطي ايه يا حبايبي؟ jobs for local people ولا the way water moves ولا prepared a delicious meal ولا a town in Egypt. لا الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ ايوه jobs for local people. السياحه بتوفر طبعا ايه؟ بتوفر الوظائف اللي هم الناس الايه؟ السكان بتوع البلد. flow. كلمه flow دي يا جماعه هتبقى ايه؟ هتبقى the way water moves خلاص ولا prepared a delicious meal ولا is a town in Egypt. كلمه flow هتبقى ايه؟ ايوه the way water moves. يبقى هنا هتاخد رقم بي. هتاخد رقم ايه يا حبايبي؟ بي. خلاص هتبقى رقم بي. هنا بيقول لي the hotel chef اللي هو الطباخ بتاع الفندق ماله يا حبايبي؟ prepared a delicious meal ولا is a town in Egypt. يبقى الاجابه طبعا هتبقى رقم دي بمعنى طبعا ايه؟ ان هو اعد وجبه لذيذة. أعد وجبة إيه؟ لذيذة. ده سؤال التوصيل. خلي بالك بيتحل بالطريقة دي. محدش يقعد يشد خطوط وبتاع وكلام من ده. الناس اللي بتصحح مش بتحب موضوع الخطوط. طيب مديني هنا قطعة يلا بينا نقرأها مع بعض ونشوف الأسئلة اللي عليها ونشوف هنحلها إزاي. هنا بيقول لي باسل will stay in his uncle's farm in the summer holiday. يعني باسل هيقعد في مزرعة عمه في أجازة الصيف. He will go there to see the flowers he planted in spring. هيروح طبعا هناك عشان خاطر يشوف النباتات اللي هو زرعها في فصل الربيع. So he won't go to the beach in this summer. مش هيروح طبعا ايه؟ للشاطئ في هذا الايه؟ في هذا الصيف. باسل likes to draw. باسل بيحب يرسم. So he will buy some crayon. هيشتري بعض طبعا الالوان الايه بتاعت بعض الالوان
chalk دي معناها طباشير and paper والورق to draw a picture for what he will see. هيرسم طبعا الحاجات اللي هو هيشوفها. هنا بيقول لي choose اختار الإجابة الصحيحة. باسل goes to his uncle's farm his uncle's نقط in summer. farm ولا city ولا town ولا shop؟ أيوة طبعا مذكورة في القطعة اللي هي كلمة ايه؟ farm اهيت يا جماعة، اللي هي كلمة farm دي اهيت، حتى نظللها كمان. اوكي. باسل will buy chalk paper because he likes. باسل هيشتري طباشير وورق عشان هو بيحب الايه؟ الرايتنج ولا الريدنج ولا دروينج ولا بلاينج؟ ايوه هي دروينج، بيحب الرسم فهيرسم كل اللي هيشوفه. هنا بيقول لك ايه؟ chalk paper to draw. ادي draw اللي في القطعه اهي. دي كده الاجابات بتاعتنا. السؤال اللي بعد كده بيقول why won't باسل go to the beach this summer؟ ليه باسل مش هيروح الشاطئ في هذا الصيف؟ هنا بيقول لي يا جماعه اهوت he will go there to see the flowers he planted in spring so he won't go to the beach this summer. يبقى انا عندي الجزء ده كده هو الاجابه يا جماعه، الجزء ده هو كده الايه؟ الاجابه. هناخدهم طبعا هنصفرهم واحده واحده كده. تمام. الجزء ده كده هو الاجابه. خلاص ده كده اجابه رقم كام؟ اجابه رقم 2 اللي هي 1 هنا. اوكي مش هينفع بقى اكتبها، انا حددتها لكم اهيت بالاصفر اللي هو السطرين دول. هنا بيقول لي does Basil like planting flowers when does he do this؟ هل هو بيحب زراعه الورد؟ ها الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ ايوه الاجابه هنا هتبقى كلمه yes. كلمه ايه؟ yes. هتبقى yes ونعمل فاصله. ها yes he does. yes he ايه؟ he does. نعم هو يحب. نعم هو ايه؟ يحب. طيب هنا بيقول لي بعد كده when does he do this؟ امتى بيزرع الورد؟ امتى بيزرع الايه الورد يا جماعه؟ اهوت he will go there to see the flowers he planted in spring. يبقى الاجابه بتاعتي هنا هتبقى كلمه ايه؟ التكمله هتبقى in spring. in spring في فصل الربيع in spring. اوكي دي كده الاجابه بتاعتنا. ثواني ناخدها كده ونصفرها. تمام. دي اجابه السؤال الثاني. بعد كده بيقول لي هنا ايه يا جماعه؟ reorder the words to make correct sentences. رتب لتكوين جمله صحيحه. هنا بيقول لي Egypt the Nile runs through. عايز اقول النيل يجري عبر مصر. النيل اللي هو ايه يا حبايبي؟ ايوه اسمه the Nile. the ايه؟ the Nile. طبعا كلمة النيل لازم تتكبر، حرف الان لازم يتكبر عشان ده من الاسماء الايه المشهورة، الانهار بتتكبر. يبقى the Nile runs يجري او ايه؟ يمر. runs through مصر اللي هي ايه يا حبايبي؟ مصر الحبيبة اللي هي Egypt. خلاص مصر الحبيبة اللي هي ايه؟ Egypt. ده بالنسبة لترتيب الجملة الاولى، برضو نعملها بالايه؟ بالاصفر. هنا بعد كده بيقول لي a taxi my driver is friend. عايز اقول صديقي سائق تاكسي. صديقي بقى اللي هي كلمة ايه؟ my. احنا قلنا لما نقوله كتابي، اخي، صديقي، بيتي، تليفوني، كتبي. تمام. اي حاجة، خاتمي، اي حاجة من الحاجات دي كلها ممكن نقوله قبل منها my اللي هي صفات الملكية. يبقى my صديقي يعني ايه؟ my friend صديقي. خلاص يكون اللي هي is a driver taxi ولا a taxi driver؟ a taxi driver. ده بالنسبة للجملة التانية اللي معانا. انا حددتها ونعملها باللون الاصفر برضو. طيب بعد كده الجملة رقم 3 بيقول لي hot it desert very in the is. عايز اقول الجو حر جامد في الصحراء. طبعا احنا معروف ان احنا بنبدا بالحرف الكابيتال، يبقى هنا هنقوله ايه؟ at. it بتاخد ايه؟ بتاخد is. it is دي معناها الجو. it is ايه يا جماعه؟ very. it is very جدا. it is very حر يعني ايه؟ it is very hot. it is very ايه؟ hot. sorry it is very hot في الصحراء in the على بعضها، وكلمه desert اللي هي الصحراء جنب منهم. يبقى it is very hot in the desert يعني الجو حار جدا في الصحراء.
بعد كده بيقول لي fruits healthy we keep eat too. عايز اقول ان احنا طبعا ايه بناكل الفواكه الفواكه لكي ايه نظل اصحاء. يبقى هنا طبعا هنبدا بكلمه we. خلاص we ياكل اللي هي eat we eat. الفواكه اللي هي ايه fruits we eat fruits. لكي اللي هي to لكي طبعا اللي هي كلمه ايه to. يبقى اللي هي keep. صحي اللي هي healthy THY. الكلمات اللي الواحد دايما دايما يفكر كده في حروفها قبل ما يكتبها كلمة healthy دي. اوكي ده بالنسبة لسؤال reorder. طبعا السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال الترقيم punctuate the following. طبعا بنكبر الحروف اللي المطلوبة مننا. هنا where طبعا دي كلمة استفهام يبقى لازم اول حرف فيها يبقى كابيتال. طبعا where معناها اين. Where did you buy food؟ اشتريت الطعام منين؟ طبعا معروف ان السؤال دايما بنحط في نهايته علامة استفهام. يبقى انا هنا كبرت الدبليو اوكي وفي الاخر حطيت علامة استفهام. هو هيجيب لي جملتين يا جماعة، كل جملة فيها حاجتين عايزين يتعملوا، مش لازم بقى انا اكتب، انتم طبعا هتكتبوا الجملة كاملة بس انا عامل كده اختصارا للوقت. هنا بيقول لي tourists visit Egypt. السياح بيزوروا مصر to enjoy their time. طبعا حرف التي هنا كابيتال. ايه هنا اللي عايز يتكبر؟ ايوه اللي هو حرف الاي في كلمة ايجيبت. حرف الاي يبقى ادي ايجيبت. اوكي هنا طبعا ده هيتعمل بالاصفر. طبعا دي جملة يبقى دايما في نهاية الجملة بنحط بنحط نقطة برضو نصفر النقطة. يبقى دي كده الاجابات بتاعت سؤال الترقيم. السؤال الاخير معايا هنا اللي هو طبعا write a paragraph of 40 words on my town. بتكلم عن مدينتي. using the following guiding elements. هتستخدم الكلمة دي not very big many nice places. ليست ضخمة تمام وفيها الكثير من الأماكن الجميلة. أول حاجة هنا بيقول لي مدينتي. أول حاجة هقولها عايز أقول أنا بحب مدينتي. أنا معناها إيه بالإنجليزي؟ أيوة معناها يحب. أيوة سامع ناس بتقول لي كلمة love. I love يعني أنا أحب مدينتي my town. الراجل طبعا مدهاني وقال لي اكتبها تمام. I love my town. I love my town. عايز أقول هي ليست كبيرة. هو وهي لغير العاقل دايما بنكتب كلمة at. بنكتب كلمة it بتاخد is يبقى it is. وناخد بقى not very big دي كده اهيت كوبي من هنا كده عشان نريح نفسنا شوية ونيجي هنا نعملها paste. it is not very big هي ليست ضخمة. it is not very big انتوا هتكتبوها طبعا. طيب many nice places يعني اماكن رائعة كثيرة. عايز اقول هي تمتلك او هي فيها اماكن رائعة كثيرة. يبقى برضو هقول كلمة at. يبقى it يمتلك او عنده او لديه اللي هي كلمة has. واخد نفس الكلام اللي فوق ده اللي هي many nice places. طيب فيها اماكن حلوة. ايه الاماكن ديت؟ ممكن اقول مثلا انت تستطيع ان تذهب الى الحديقة او نحن نستطيع ان نذهب الى الحديقة او نحن نستطيع ان نزور. نحن اللي هي we يستطيع كان يزور visit الحديقة اللي هي the park the park اللي هي الحديقة. تستطيع أن تزور الحديقة. طيب عايز أقول إن الحديقة مليئة بالورود أو الحديقة مليئة بالأشجار والورود. يبقى هنقوله هناك يعني إيه يا حبايبي؟ أيوة اللي هي كلمة there are الكثير. خلاص there are many ورود اللي هي flowers. ورود اللي هي flowers. واشجار اشجار trees. هناك خلاص there هناك الكثير من الاشجار والورود هناك. عايز اقول انت تستطيع ان تلعب. خلاص انت تستطيع ان تلعب او نحن نستطيع ان نلعب. يبقى we can خلاص يلعب اللي هي play في الحديقة in the park. نقدر نلعب في الحديقة. نقدر نلعب في الحديقة. طيب عايز اقول ان احنا ممكن طبعا ان احنا ممكن نسمع موسيقى. نحن اللي هي we تبقى we يستطيع اللي هي كان طبعا يستمع الى الموسيقى listen
listen to music. listen to ايه؟ to music. اوكي. طيب عايز اقول يا جماعه ان احنا طبعا بنحب الايه، ان احنا طبعا بنحافظ على نظافه الايه الحديقه، واحنا بننظف الايه الحديقه. we also دي معناها ايضا. we also ينظف يعني ايه؟ clean الحديقه اللي هي the park. خلاص. عايز تكتب تاني بقى تقول هناك برضو الكثير من الاماكن. خلاص. وممكن تقول ان انت ممكن تروح المكتبه. نحن اللي هي we يستطيع كان يذهب اللي هي طبعا go الى اللي هي to. we can go to المكتبه اسمها the library. خلاص. سوري طبعا انا نسيت حرف البي هنا، غلطه مطبعيه اعذروني. تمام. طب المكتبه احنا بنعمل فيها ايه؟ عايز اقول نحن اللي هي we يستطيع طبعا كان يقرا. ايوه read. في ناس هيقولوا ده بكاتب كان عادي على فكره. we can read الكثير من الكتب. many books. هناك اللي هي في المكتبه يعني تبقى كلمه ايه؟ تبقى كلمه زير. تقدر بقى تتكلم عن جميع الاماكن اللي موجوده عندك في المدينه بتاعتك. ده بالنسبه يا جماعه للامتحان او النموذج الثاني من النماذج الاسترشاديه بتاعه الصف الخامس الابتدائي. اتمنى انكم تساعدوني في نشر القناه. اتمنى انكم تكونوا استفدتم بحاجه النهارده من خلال الحل اللي احنا حليناه مع بعض. كان معكم مستر حمدي الحارس. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.